السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما عودتكم تجربتي بنقلها لكم وبقول لكم رأيي فيها في الاكلات اللي اول مرة اعملها. دي اكلة انا كنت شفتها من زمان جدا وكنت حابة ان انا اعملها، لكن ما كنتش لاقية طريقة تعجبني، او كل شيف كان بيقدمها بطريقة. فبصراحة شفت شيف اسمها تريزا قدمته بطريقة شيك وحلوة جدا وما فيهاش اي ريحة زفارة وبسيطة، يعني كلنا نقدر نعملها ومكوناتها كلها في البيت. فقلت انقلها لكم. تعالوا نشوف المقادير. معايا بصلة متوسطة، نص كيلو كبدة فراخ وبط او فراخ او بط او وز، كوباية حليب، معلقة زبدة فلاحي ومعلقة زبدة عادية، وانتي لو عندك 100 جرام او 125 جرام زبدة في السوبر ماركت مفيش اي مشكلة. قطعة من دهن الغنم او الضاني اللي هي يعني قطعة صغيرة جدا ان وجدت يعني، وقرفة وجنزبيل وملح وفلفل وكزبرة ناشفة وبابريكا. هنا الزبدة انا عملتها زي موجود عندي، ما عملتهاش بالطريقة الصح، لكن النتيجة واحدة يعني المتوفر عندك، مش هنوقف نفسنا. في طاسة على النار بروح وبقطع البصلة، وكمان انا زودت قطعة فلفل دي من عندي وكان حلوة جدا في الاضافة، جميلة يعني. قطعة فلفل اخضر، وحطيتهم في شوية زيت صغيرين على طاسة وسبتهم لحد ما يعني يدبلوا، وفي نفس الوقت سبتها من غير تقليب شوية لحد ما تديني كرملة كده، طعم الكراميل بتاع البصل انتوا عارفينه، بس مش في كل اجزاء البصل. ودي قطعة اللي هي صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين، مش هتضر ومش هتأذيكي، بس هتديكي طعم وريحة وحلوة يعني، جديدة كده. وطبعا كبدة الفراخ والبط زي ما انتوا عارفين طعمها بيبقى فيها سنة زفارة، فهي بتشيل السنة دي مع الفلفل الأسمر والتوابل وقطعة اللية دي، بتخلي الطعم رائع يعني، عالي جدا. انا بسيبها تتكرمل شوية، مش هقلب لحد ما اخد الريحة اللي انا عايزاها تظهر في الطعم. طبعا كل واحد وذوقه في ريحة البصل، لو مش عايزة الحتة بتاعت الكرملة دي ممكن تدبليه خفيف وبعدين تكملي بقية الوصفة. الاكله دي بقى عشان اقول لكم دي اصلها مصري واتنقلت لفرنسا عن طريق نابليون لما نزل مصر، ودي الحكايه دي حكيتها مدام تريزا اللي هي الشيف اللي بقول لكم عليها. قالت ان الوصفه دي هي اسمها موز ديفوا او فواجرا، والفرنسيين اخدوها مننا. نزل نابليون وشافها في عند بيت مصري او حد عملها له فعجبته، فنقلها لفرنسا وهم استمروا عليها وعملوها وسموها الاسم ده، ومصر نسيتها تقريبا يعني. حكايتها جميلة وعجبتني بصراحة. ضفت كل التوابل، الملح، الكزبرة الناشفة، الفلفل الاسود، الجنزبيل، القرفة، وده ورق ريحان انا مجمداه في الفريزر، هو لونه مغمق شوية او مسود شوية بصراحة، لكن طعمه زي ما هو مفيش اي تغيير. انا حطاه كده فرداف في طبق وحطاه متجمد في الفريزر، لانه مش بيبقى متوفر في كل السوبر ماركت في اي وقت. الريحان ده اختياري برضو، انا ده اضافه مني، وهي بتحط عليها خل بلسمك في الفنادق والمطاعم، وكان الشيف يسري خميس قدمها بس بطريقه طبعا مختلفه عن دي خالص، لكن حط عليها خل بلسمك من ضمن مكوناتها، وحط قشطه وبيتحط لها برضو قشطه. انا بقى بصوا يعني بحب اعمل الاكله بالمكونات اللي موجوده عندي في البيت، مش هكلف نفسي كتير. وبرضو بيتحط عليها دبس الرمان، انا ضفت دبس الرمان بس مش في اثناء التسويه، انا ضفت دبس الرمان اثناء التقديم علشان يحتفظ بالمزازه ويبقى برضو شكله شيك كده. هي بصراحة عجبت البيت كله من الأطفال والكبار، وحسيتها شيك يعني في أي عزومة وفي أي سفرة هتبقى لذيذة جدا إن شاء الله، يعني معتمدة بإذن الله. قلبت زي ما شفتوا كده الكبدة مع البصل لحد ما بدأت خلاص استوت واخدت لون التحمير كده. خلاص انا هشيلها من على النار، اطفي النار. عندي الزبدة وعندي كوباية اللبن بضيفهم، انا طفيت النار على فكرة خلاص. دي زبدة فلاحي وزبدة متسيحة، انا ده المتوفر عندي بديل للقشطة والزبدة اللي هي التانية، هي بتحط قشطة او كريمة طبخ زبدة اللي هي نيوزيلندي. فانا اللي موجود عندي زبدة فلاحي وزبدة متسيحة برضو، هما الاتنين يعني طعمهم حلو جدا. واخدت وش اللبن زي ما انتم شايفين اهو تقيل، وكوباية اللبن فنجان على قد النص كيلو فنجان. هي بترجع تاني
لو مستتقلين السمنة او مستكترينها بلاش السمنة خالص، ممكن نحط قطعة زبدة صغيرة على قد ما تقدري، يعني على قد المقدار بتاع الدايت بتاعك. هي مش اكلة دايت، هي اكلة للغذاء، يعني تغذية اطفال والرجال والنساء وكده يعني. رحت على الكبة وضفت الخليط بتاعي كله، الكبدة مع اللبن مع السمنة مع الزبدة، وبتدوقيها بعد ما بتخفقيها كده، بتدوقي كده يعني. لو محتاجة ملح ظبطي ملحك بقى، كده مستوية خلاص مفيش اي مشكلة. بعد ما ظبطت الملح طبعا انا ما ضفتش، لقيته مظبوط. عندي قالب من بتاع الكيك او اي شكل انت عايزة تحطيها فيه، وعندي كيس لبن انا فتحته. ما حبيتش الاسترتش بقى في الوصفة، يعني الكيس ده متماسك كده اكتر وحبيته، يعني انا بصراحة يعني استظرفته اكتر، يعني ماسكها كده ومش بتنزل منه، فبيحافظ على رسمة القالب. انا ضغطت عليها زي ما انتم شايفين وهدخلها الفريزر. بعد ما خرجتها من الفريزر، بعد ما طبعا بشوفها جمدت بسيبها، او لو لسه يعني خلاص هي دلوقتي جمدت، فخرجتها. خدت تقريبا 3 ساعات في الفريزر، ولو في التلاجة هتحطيها مثلا 4-5 ساعات عادي، او لتاني يوم. ميزتها بقى ان هي بتاكلي منها وبترجع تاني للفريزر او التلاجة وما بتتأثرش في الطعم، يعني لذيذة جدا. ايه ده، القالب عندي كده من الوش، انا بقلبه عشان اخد الشكل المظبوط اهو. حبيبات البصل اللي ما اتفرمتش كويس، لو مش عايزه تفرميها اكتر يعني ناعمه قوي زي كده براحتك، هي ممكن تعمليها تخينه شويه، سميكه اقصد، وممكن تعمليها ناعمه زي ما انا عملت كده. بدأت بعدها بضيف دبس الرمان للتزيين وللطعم برضو، وانتي تقدري تضيفي اثناء الخفق واثناء التقديم، يعني في الحالتين. ادي دبس الرمان، بصراحة اضافة لذيذة وطعمه حلو قوي معاها ولايقين مع بعض جدا. هي تحس ان هي اكله شيك قوي وفخمه جدا، يعني تشرفك بصراحه. احنا داخلين على عيد الاضحى، ممكن تعمليها وتحطيها في الفريزر، ووقت ما تعملي اكلات العيد، الكفته والفراخ والكفته واللحمه والفته وكده، ممكن تقدميها طبق جانبي للناس اللي ما بتاكلش لحوم. هي حلوه جدا، مقبلات وابيتايزر وحاجه شيك يعني، والقليل منها يكفي وبيعمل كمية كبيرة جدا. بتتقدم مع توست او مع خبز الباجيت، بتقطعيه شرايح زي التوست كده وبتقدميه. هتشوفي معايا طريقة التقديم دلوقتي. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك، ولو اول مرة تشوفي القناة وعجبك الفيديو برضو اشتركي، عشان ان شاء الله انزلك فيديوهات اكتر واكتر وتعجبك وافكار جميلة. ادي القطعة طالعة معانا متماسكة وحلوة جدا، ومش مش بتتفك يعني، بتتقدم باردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسيش زي ما قلت لك لايك، سبسكرايب او اشتراك، وكمان كومنت بتعليقك لو عجبتك الاكلة او ما عجبتكيش، ايجابي او سلبي هتقبله. لكم مني كل تحية، جديد مفيد وبس.